السلام عليكم وأهلا وسهلا. قصة اليوم هي أيضا قصة للعبرة لا للفرجة. وأي قصة كتشوفوها عندي في القناة ديالي إلا ولها واحد المضمون وواحد الخلاصة بأنها تقدر تعجبك أو لا ما تعجبك، تقدر تكون واحد النهاية زوينة أو لا خايبة، المهم نستافدوا منها. قصة ديال اليوم بالضبط غادي ندوي عليها اشنو كيكون من وراء عيد الكبير. ملي كتكون انت مسافر مثلا، كيتجمعوا شي ناس في الدواور كيديروا شي صدقه. ديك الصدقه تقدر يعرض على الناس الدراويش، يقدر يعرض على الناس اللي صحاب العاقه كما كنقولوا حنايا، كيتجمعوا هما وكيدوزوا ديك الليله بوحدهم والنبي عليه السلام. المهم القصه ديال هذا الشخص هذا اللي غادي نعاود لكم كيف ما عاود ليه هو، غادي نعاودها بطريقتي الخاصه. هذا واحد الشخص كيقول انه في واحد العيد الكبير ديما واحد السيد عندهم تبارك الله ميسر خدام في البازارات، وفي اي عيد كيجمع الناس ديال ديك الدوار، ماشي ديك الدوار بالضبط اللي كنقولوا. فما كتعرفوا ان عندنا حنايا مثلا في مناطق ديال سوس كيكونوا قبائل بيناتهم، ودوك القبائل كيكون معروف فيهم اللي عنده الفلوس واللي ما عندوش الفلوس. اشنو دار هذا السيد هذا؟ كل عيد كبير كيجمع الناس، ولكن اش من نوعيه ديال الناس اللي كيجمع؟ اللي عندهم العاقه. كيجمعهم كيدوزوا واحد الليله تما فيها تقريبا نقول تقدر تخسر واحد 4 مليون 5 ديك الليله بالضبط. اشنو كيدير فيها؟ تخيل معايا مده ديال 10 سنين وهو كيدير نفس الروتين، نفس النهار كيعرض وما كيعرضش على الناس اللي محتاجين. انا جاي لكم النقطه ديال انها ديال الناس المحتاجين علاش ما كيعرضش عليهم. في الاخر شنو غيوقع؟ بغيت ما نلحقوش المراحل ديالها. كيجمعهم دوك الناس كيحط ليهم ما لذ وطب من الاكل اللي حليت علينا كاينه. قال لك داك السيد واحد النهار ديما كيقول ليه جي عندي، حيت بحكم انه ساكن حدا عيط عليه هو. قال لك ديما كيقول ليه جي عندي جي عندي، كيقولها الاب ديالو. ديك النهار الاب ديالو قال ليه سير انت حشومه، هاد المره ما نمشيوش، سير انت. قال لك دخلت لقيت الناس تبارك الله هربانين في النيفو، ماشي زعما كاين من ناحيه الماده. قال لك فين برك حدا دوك اللي كيعمروا اتاي. راه اللي كيكون في الدواور غيعرف شنو كنعاود وشنو طلع عاودت هاد القصه يتخيل هو. مشى ريح عند مول اللي كيعمر اتاي، بحكم ان دوك الناس ما غاديش يعطيوه وقت وغيبقاو يشوفوا فيه واحد الشوفه ناقصه. قال لك بركت، وانما سمعت واحد السيد قال لي واش هاد خونا هذا ديما غادي يحط لنا نفس الكيسان، نفس الطوابه، زعما كاين راني خدام في البازار. انت الهضره الاولى الشيء اللي تحط داك النهار قال لك بزاف على الخسران. دازت الوقت قال لك ما عجبنيش داك الديكور ومريح غير بزز مني وكيبان لي داك الشيء فيه فهمتيني وجهيات وشي حاجه ناقصه بزاف، كنبان انا ناقص. قال لك صبرت ديك السويعه خرجت. قال لك دوك الناس بقاو تما كي الضحكوا هادي والكران وكذا، وقال لك يعطيهم واحد المصطلح ديال الحجاج بحكم انهم ديما كيحجوا. قال لك خرجنا كل واحد مشى عند الاب ديالو قال ليه الوالد اخر مره تقول لي نمشي لديك البلاصه حيت شفت فيها شي حوايج ماشي تالين. قال لي با ماشي مشكل، المره الجايه نمشي انا. تخيل معايا نفس السيناريو قال لك كيتعاود كل 10 سنين. تخيل معايا 10 سنين كامله كيعرض عليهم نفس هذا الشيء، كيجمعهم اشنو منا باش يبان عليهم. اول حاجه بانني انا عندي فلوس، ثاني حاجه باش يدير البلاصه ديالو قدامه، ثالث حاجه باش فيما يبغيو يتشاوروا ولا شي حاجه يتشاوروا معه هو الاول. دازت مده على هذا الشيء. هنا فين غادي تبدا القصه ديال هاد خونا هذا. تخيل معايا هاد السيد هذا مرضات ليه الام ديالو، السيد تزوج دخل في الطريطات، ما بقى عنده حتى ريال ولا مقاتل مع الوقت. هادي ملي مرضات امو اشنو داروا؟ ما بقاش كيزورو حتى شي واحد من دوك الناس اللي كان كيعرض عليهم. اشنو اللي وقف معاه؟ تخيل معاه الناس ديال ديك الدواور دوك الدراوش هما اللي كيمشيو يزوروا امهم وكيشوفوا فيها وكيتعاونوا معاه، بحكم ان داك السيد ساكن في الرباط. مره كيجي هادي كيعاون الام ديالو، والاب ديالو ايضا عيان. فكيقول هو بنفسه قال ليه فين هما دوك الصحاب ديالي اللي كانوا معايا هادي 10 سنين؟ حتى واحد ما وقف معاه، حتى واحد ما شاف فيه. نهار مشات الفلوس مشى كلشي. فاللي غادي نوصيك ونوصي به راسي هو انه كاينين ناس محتاجين. منيش بغيت دير شي صدقه، باغي دير انت صدقه عرض على الناس المحتاجين. باغي دير صدقه السي عاوتاني
ديك البركه اللي غادي تخسر. راه كاينين الناس دابا في شهر جوج وشهر واحد كيموتوا بالبرد، دي لهم داكشي اللي قسم الله، تقدر انت تفرح اكثر منه. وهذه بتجربه، ملي كتعطي شي واحد محتاج كتفرح انت اكثر منه. باغي دير الخيرات سي شد جوا، دير في داكشي اللي قسم الله، ما خافيه اعظم كما كنقولوا، وعطي لك السيد مشيني ما شتي، غيفرح وغتفرح انت. يعني ماشي باش نبغي ندير صدقه خص كلشي يسيق لي اخبار ونعيط للناس اللي عندهم، حيت دوك الناس اصلا راه عندهم، اش غتربح معاهم؟ تقول لي الاجر راه ما كاينش معاهم الاجر، حيت دوك راه واكلين شاربين في ديورهم. شوف الناس اللي محتاجين. خلاصه ديال هذه القصه هذه باش ما نطولش عليكم، هادشي اللي كاين. حاول دير الخير قدر المستطاع، ما تعرفش ايهما يدخلك الجنه. ما تحقرش الدرويش، حنايا لا فوت ديالنا ما كنتسوقوش الدراوش، وفي الاخير دوك الدراوش هما اللي كيوقفوا معانا. اخوكم مصطفى يحييكم، الى اللقاء.